مش أي حد يقولك نصيحة تمشي وراه، ومش أي مربي كبير يبقى قدوة. يمكن بعد الفيديو ده طريقة اختيارك للطيور تتغير. حاج احمد، امتى انا كمبتدئ او كهاوي مبتدئ، امتى اللي انا اقدر اخد نصيحه مثلا من كابتن احمد؟ لما كابتن احمد يعدي على ايه، او لما ايه يحصل بالظبط، او لما وقت معين يعدي عليه؟ لا مش هو لما وقت معين، يعني انا بالنسبه لي مثلا عامه يعني مش في مجال الطيور، انا باخد النصيحه من اللي بحس ان هو فاهم، او بشوف الكلام ده في انتاجه. يعني انا مثلا شفت انتاج كابتن احمد في الزبرة، حلو كده، ولقيت ما شاء الله، والكلام ده انا بعمله لحد دلوقتي، ولقيت ما شاء الله الطيور مستواها كويس. على طول بتلاقيني بكلم كابتن احمد، بعد اذنك قول لي برنامج التغذيه بتاع الزبرة بتاعك. ابتدي اللي انا استفاد من ممكن المعلومات الاقي اللي الشخص الكابتن ده. احمد عنده وقت وبيجاوبني، وممكن الاقي ممكن الكابتن لا. احمد ما عندوش وقت، مش تقصير منه، لكن هو الراجل ما عندوش وقت. يعني هو الراجل وقته مش هينفع ان هو يجاوبني. اقول له تمام. طب لو حضرتك فضيت في اي وقت وحابب تبعت لي حتى باختصار، لان انا راجل الى حد ما عندي خبره، فابعت لي بس الخطوط العريضه. وانا هستشف او انا هطلع النتيجه بالظبط النهائيه. كده. مثلا في ساعات ناس الاقيهم في الكوكتيل ما شاء الله احجام الكوكتيل. عندهم مستويات كويسه. طب حضرتك قول لي بس التغذيه، النقط العريضه، بس التغذيه ايه، او العلاجات او الفيتامينات او الكلام ده كله. لحد ما انت بتبدا تبني وخلاص الدنيا ظبطت عندك وبتطلع انتاج، انت بقى اللي بتبدا تقول للناس. فاهمني؟ لكن خلاص. الكلام مرهون بايه؟ مرهون بتجربه ناجحه. اي اللي حد انت تكون عايز. جربته وجربت فتره كفايه وقدرت توصل لا، لنتيجه. وكمان مرهون بتجربه ناجحه انا شفتها عند حد. قدرت تشوف نتيجه يعني كويسه انا كمان. شفت فلان ناجح في كذا، طب ايه اللي يخلينيش اسال الناجح؟ ما انا اسال الناجح هو تمام. عمل ايه. حاج احمد، لو رجعت تاني برضو الهوايه، السؤال الاخير في النقطه دي، هتبتدي او اللي انت هتجيب عصافيرك من هواه كبار معروفين ليهم اسمهم سواء جوه مصر وبره مصر، ولا هتبتدي اللي انت تكون العصافير بتاعتك حتى لو من هواه عاديين او هواه ما لهمش اسم في السوق؟ والله بص، انا هجيب من الهواه اللي حابين يدوني طيور، حتى لو هو اسم كبير او اسم صغير. ايا كان. مش عارف. بس اهم حاجه ان انا بس ايه، يعني ما بخسوش حقه. يعني انا يبقى عندي امكانيه ان انا اديله حقه، فهجيب منه. لو على قد امكانياتي هجيب، انا مش يعني مش. هتجيب على قد انا الامكانيات المتاحه بالنسبه لك وتبتدي اللي انت تشتغل بيها. بالظبط كده، ايا كانت بقى الامكانيات ايه، اصل انت طالما حابب فانت مش هتزهق. يعني انت حابب التركيبات او حابب تربي عصافير، فمش هتزهق. انا معلش، يعني انجح بعد سنه، انجح بعد اتنين. هو العنوان العريض بتاعك اللي انت حابب ماشي. الموضوع وبعدين فمش انت في مستني الاخر، منه. انت لما مثلا ربنا قدرك وكتبت، الفت كتاب معين، حلو كده، والكتاب ده ضاع، هل انت كمؤلف في بالنسبه لك مشكله؟ لا، ما انت اللي مألفه. طب السؤال اللي بعديه وده هيبقى شاذ شويه عن الاسئله بتاعتنا، اتفضل. يعني على عكس الاسئله اللي احنا سالناها كلها. ايه الحاجه اللي انت شايف الحاج احمد او شيخ الهوايه مش شاطر فيها في الطيور، او محتاج اللي هو يشتغل على نفسه فيها؟ محتاج ان انا اشتغل عليها يعني. شايف اللي هي دي اضعف حاجه عندك او عند الحاج احمد في الطيور؟ هو الشق التجاري، انا ما يعني انا الشق الهوايه بيغلب عليا، ما بقدرش اوازن بين شق الهوايه والشق التجاري. طب انت شايف اللي دي حاجه محتاج اللي انت تشتغل عليها، اللي انت توازن بين ده وده؟ بس هو الموضوع عندي مرتبط بالامكانيات شويه. يعني لو في امكانيات لا هشتغل تجاري وهشتغل عادي، انا اصلا خريج تجاره. فاهمني؟ لكن هي دايما الامكانيات كانت بتسمح ان انت تربي كهوايه. تربي كهوايه ومش عقبال ما محتاج كنت اللي انت بتوصل الماديات. لقصه التجاري، كانت بتبقى الدنيا راحت في حته تانية. فاهمني؟ تمام. فدايما انت بتهتم، طابع الهوايه بيغلب عليك اكتر. لكن لو في امكانيات، لا انا هيبقى عندي شق تجاري قوي. لكن مش الشق التجاري اني هربي طفرات لونيه، لا. يعني انا الشق التجاري بالنسبه لي حاجه مختلفه. ايه هي؟ انت دلوقتي انا شرحت لك ازاي تثبت الدم وازاي توصل لنقطه معينه. طب اللي قليل ده بتوديه فين؟ ده اللي انا اطلعه بقى واستفاد بيه، او اشغله مش على طفرات هطلعه. تانية. ده اللي انا بشتغل بيه على التجاري. يعني انا مثلا عندي انصاص عين حمر، شغال بيها وبنتج منها وببيع منها كويس. لكن اللي بينزل من عندي من مستوى واحد، مستوى مستوى الانصاص اللاين دي، عامه اللي انت شغال عليه. مستوى مثلا ايه 5، باخد تركيبه من 1 ل5 اعلى ب5 خليها 4. ما هو ده تجاري وهيتباع اغلى. تمام. فاهمني؟ فهمتك. فانت هيبقى عندك 5 مستويات انت بتبيعهم وبتفرح الناس وبتدي الهواة تشتغل وبتكسب. هو انا كده شبه الاسئله الرئيسيه كلها جبناها. حد يا جماعه عنده سؤال تاني؟ كمين بقى. ليه؟ انت مش نافع معاك كمين يا حاج احمد. اللي هو كمين قاله في نص انت عايز ار بي جي؟ في نص الاسئله لا لا لا، ما قلتش حاجه في نص الاسئله.
ما قلتش كمين في نص الاسئله عجب. يبقى انا جاوبتك من غير ما تساله. ليه؟ خلاص كده تمام، اللقو وبتاع ومش عارف ايه. طيب ابراهيم ملوش في الموضوع كله اصلا. ايه؟ هو ابراهيم فرحان باللمه والقعده. ايوه، انا كنت هقول له عايز تسال. على فكره انا بفهم في الفراخ، في الديك الرومي، في الطاووس، اي. لسه هندخل بقى على المعيد والحاجات دي. لا انت كده سكه غير سكه ماما. مصطفى نعم. اي سؤال؟ الحاجة الوحيدة اللي جت في بالي امتى اعرف اقيم بالنسبة للسوق طيور. دي بس يعني انا بدأت ان انا اهتم بالبلاد لاين او اطور من حاجة، امتى اقيس عليها والسؤال انت اشتريت طيورك على اساس ايه؟ لا انا بعد ما طورت، انا خلاص اشتريت وطورت مثلا بالكريستال. ما هو انا عايز بس اوصلك لحاجه. انا قبل ما اشتري، خلينا السؤال ده نجاوب على ايه؟ ازاي اشتري طيور؟ تمام. اشتري طيور، هنفترض ان انا عندي امكانيات متوفره، مش لسه هبدا او لسه هركب او الكلام ده كله. انا هفترض ان انا عندي امكانيات متوفره. طيب الامكانيات المتوفره دي انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل لعصفور جامد، عايز اوصل لعصفور اشترك بيه في المعرض واكسب. تمام؟ طيب مين الناس اللي عندها طيور بتشترك في معارض وتكسب؟ فلان وفلان. طب انا لو رحت لفلان وفلان وطلبت منهم طيور من اللي بتكسب في المعرض، هيطلبوا مني ارقام كبيره، لكن انا مش قادر على الارقام الكبيره. فباجي اقول له الهاوي اديني اللي يوصلني للشغل العالي دوت، بس يكون سعره مناسب بالنسبه لي ومناسب بالنسبه لك انك تبيعه لي. طير انت هتكون هتستغنى عنه، بس يكون مناسب معايا في التركيبه اللي انا عايز اعملها، سواء انجليزي سواء كريستي سواء فلان. والله بقى هيقول لك انا عندي ده بكذا وده بكذا وده بكذا وده بكذا. هنا تيجي الشطاره بقى، انا اختار ايه اللي هعمل بيه تركيبه او هيوصلني في قد ايه. فاهمني؟ انا ما اروحش بقى مثلا اقول له ايه، طب انا هاخد الحتتين دول والحتتين دول انتاجهم مع بعض مش هيوصلني لحاجه. فاهم؟ طب انا بحكم على اللي هيوصلني منين؟ انا بقول لك رحت للهاوي اللي اصلا عنده طير جامد، انا عارف ان عنده طير جامد وهو بيفرجنا طول عمره على طير جامد. انا محتاج من الطير الجامد واشتغل عليه واحده واحده. مش شرط ان انت الصارح اللي انت بتشتري منه بكل اللي انت عايز تعمله. كل واحد فينا ليه وجهه نظر. يعني انا ممكن اروح اقول والله انا يعني مزنوق في ذكر انجليزي جامد. ماشي، اتفضل، ده ذكر وده ذكر وذكر، شوف اللي انت عايزه. والله ده انا مزنوق كمان عندي نقص في الفلل فمحتاج نتايه فله جامده. طب انا محتاج لا انا هاخد دي. هو مش شرط ان لازم تقول انا عندي الاثنين لبعض. فاهمني؟ بس في الاخر انت عند هاوي جامد، خدت منه حته جامده انجليزي وخدت منه حته جامده فلل، وهتشتغل انت تركيبتك اللي هتقعد ايا كان ما هتقعد وتشتغل تطلع بيها للانجليزي فلل. فاهم قصدي؟ فبالتالي انا مش قصه ان انا اروح اشتري من الهاوي الجامد اي دم وخلاص. لا، انا لو عندي امكانيات متوفره هروح للهاوي الجامد، اجيب جوز انجليزي، جوز كريست انجليزي، جوز هاجروم. انا لو قفلت على الثلاث جواز دول، انت في خلال 5 سنين بقيت بلاد لاين وبتكسب. لو عرفت انك تشغلهم كثوابت كل واحد مع نفسه، ولو عرفت ان انت تاخد منهم وتعمل ايه؟ وتعمل تركيبه. لو مشيت لازم يبقى عندك خطوط ثابته، يبقى عندك الانجليزي ده خط ثابت، يبقى عندك الكريست الانجليزي خط ثابت، يبقى عندك الهاجرومو خط ثابت. انتجت من ده وانتجت من ده وانتجت من ده، بقى عندك مواصفات ثابته في الثلاثه. خد من الانجليزي دخل على فلل، جوز واحد خدت منه 4 زغاليل، خلاص فك التركيبه ورجعه يشتغل عادي. اشتغل بال4 زغاليل على فلل في اتجاه، يبقى اسمه خط تركيبات. بشتغل خدت انتاج واديته لبعضه، وصلت لايه؟ لهاجرومو احجام، استبعد. خلاص الكلام ده يشتغل بقى تجاري، اشتغل ممكن اشغله وابيع منه ممكن، بس خلاص مش في البلاد لاين الايه الاساسي بتاعي. يبقى انا كده عندي كام بلاد لاين انا شغال عليهم؟ 4: انجليزي، كريست، هاجرومو، تركيبات. التركيبات دي هتطلع لي شوش انجليزي، وهتطلع لي هاجرومو انجليزي، وهتطلع لي كل الكريست اللي نفسي فيه. يبقى ال4 بيبان دول وصلت لمستوى كويس في الكريست الانجليزي اثبته، وصلت لمستوى كويس في الهاجرومو الانجليزي اثبته، وافضل مكمل بيه للاخر.
فاهمني؟ طب لو انا عندي كذا جوز في الانجليزي وكذا جوز في الكريست وكذا جوز في الفلل، اختار الذكر والنتايه ازاي؟ يعني انا عندي كذا جوز انجليزي، انا بختار الذكر والنتايه ازاي؟ شغل عينيك كاميرا رقميه، شغل عينيك كاميرا رقميه. انت عندك الانجليزي 6 حاجات: حجم، بلو اب، دايركشن، عقد، ماسك، كثافه ريش. 6 حاجات. ال6 حاجات دول عينك اول ما بتشوف العصفور بتقيمهم. العصفور ده واخد كام من 10 في كل حاجه من دول؟ معايا؟ لما عينك تقيم العصفور ده واخد كام من 10 هتعرف ايه النواقص. يعني هتعرف العقد واخد كام من 10، الماسك واخد كام من 10، الدايركشن، البلو اب، كل واحده من ال6 حاجات واخده كام من 10. كل ما هو مش جايب ال10 من 10 نقيه في النتايه. يعني العقد 5 من 10، نقي نتايه 8 من 10 في العقد. الحجم هنا 10 من 10، نقي نتايه تكون 6 من 10 في الحجم. وده احسن. في النوتي دايما الدكوره هي اللي تجيب فيها حجم جامد، النوتي هاتها حجم متوسط. ودي كلمه السر انك تنجح في انتاج الانجليزي. لحد ما تاخد الخبره الكافيه خليك في النوتي المتوسطه الحجم اللي ابوها ذكر جامد. اما تشغلها مع الذكر الجامد بتاخد مواصفات الذكرين الجامدين في الانتاج. يبقى انا بقيم كده، بحط العصافير قدامي بقيم ده كذا ده كذا ده كذا. مع الوقت انت هتلاقي نفسك عرفت كل حاجه، بتبان قدامك مع الخبره ومع الفرخ وبتاع. خلاص انت عرفت من ده زغلول، عارف انه هيطلع جامد، هيطلع النتايه دي هتطلع اجمد من امها. فاهمني؟ فبتبدا تكمل الاغنيه بقى، تكمل تجيب من هنا تكمل وتدي لبعض، يطلع لك العصفور ايه؟ مكمل حاجه من ال6 بطريقه افضل، وهكذا. هو ده اللي اسمه الانتخاب او معادله المواصفات. معايا؟ لحد ما هتلاقي نفسك بتنتج مستوى انت خلاص وصلت لمستوى قوي بتديه لبعضه، عشان مجرد انك تثبت دم المستوى القوي. خلاص انت خلصت النواقص وكملت طيورك في الانتاج، وصلت لمستوى قوي. لما توصل تثبت المستوى القوي ده على بعض لازم تخليه لاين ثابت شغال بينتج عندك مستوى قوي. مستوى قوي ده لازم يدور. لذلك في هواه تلاقيهم بيعرضوا عصافير للبيع. ايه العصافير دي؟ دي اللي هي بيستبعدوها. هو دي خلاص بيعرضه، هو مش عايز منه حاجه ومش هيطلعه لقدام، مش هيفيده في حاجه. فبالتالي هو بيستبعده ويبيعه من غيته حد تاني يستفيد منه. لكن اللاين اللي بيجيب له ابطال، بيجيب له عصافير جامده، بيبيع منه اللي مش محتاجه منه. لكن لازم في ثوابت هو بيشيلها ما بيستغناش عنها.